مؤخرا بلي واحد التوجه غلط كديروا الصحافة الرياضية في المغرب وما عجبنيش، هو أنه لا قدر الله كان الفشل مليان استغباء المتتبع الرياضي في المغرب مع احتراماتي لجميع المؤسسات الصحفية. ماشي مخدامش، واش المشكل في الركراكي ولا في رونار ولا في الزاكي ولا في خليل وزيت؟ واش الناس في المشاكل ولا فينا حنا؟ واخا نبداو برونار. رونار قبل ما يجي عندنا ربح الكان 2 مرات، ربح مع زامبيا في 2012 ومع الكوت ديفوار في 2015. معنا حنا لعب زوج ديال لي كان في 2017 في الغابون وتقسينا مع مصر، وفي 2019 في مصر وتقسينا مع البنين. دونك المشكل ماشي في رونار، المشكل فينا حنا. السيد ربح الكان من مرة، ربحو 2 مرات مع منتخب ضعيف للزامبيا وربحو مع الكوت ديفوار. حنا فشل معانا، دونك المشكل فينا حنا. الركراكي اللي الصحافة المغربية كتحاول دير توجه انه الا قدر الله وشفنا كاس افريقيا اللي جاي يكون السبب هو الركراكي. هاد السيد ربح ثاني اغلى لقب كان في القارة من بعد كان ربح تشامبيونز ليغ مع الوداد. السيد ربح دوري ابطال افريقيا مع الوداد، دونك عنده اكسبيريونس في القارة، عنده مناعة افريقية. المشكل ماشي فيه، المشكل فينا حنا. السيد ربح القاب في الافريق، حنا ما كنربحوش القاب في الافريق، دونك الركراكي حيدوا علينا. ودابا غتقول لي الا كنتي متفق ولا ما متفقش مع بقاء ولا رحيل الركراكي؟ خصك تشوف هاد 10 الماتشات، هاد 10 الماتشات اللي لعبهم هاد السيد هذا. واخا الاختيارات ديالو ما كيوافق معاهم حتى شي مغربي وحتى شي واحد ما تيق في الاداء ديال المنتخب، ولكن الا جينا نشوفو الاحصائيات ديال ولد الركراكي راه ارقام كتخلع، راه بغي ولا كره الارقام ديالو كتخلع. تقول لي لا لا زهره، تقول لي حق عنده هاد الجيل هذا واعر، تقول لي حق اللعيبيه كيلعبوا راسهم، قول لي بغيتي تقول، ولكن كيرجع الفضل لهاد السيد هذا. 10 د الماتشات، 10 د الربح، خسارة واحدة في كاس افريقيا من جنوب افريقيا، راه اللهم بارك. تأهل مباشر لكاس العالم وكاس افريقيا لعبوا في البلاد. شنو غادي يدير؟ مبقى والو، نشوفو شنو غادي يدير. ولكن ارقام اخويا راه كتخدع، سلسله ديال الانتصارات